سعاد؟ هلا أحمد، صباح الخير. صباح النور. أشوفك ما شاء الله قاعد بدري اليوم. لا نايم، بس جرس الباب ما خلاني. على العموم هاك. وشو ده؟ والله ما أدري، بس سوق تاكسي جابه، يقول إنه لك ومن زوجك سعد. طيب أوكي خلاص حبيبي، تقدر تتفضل الحين. على وين ان شاء الله طالع كده كأنه ما في شيء ولا همك شيء؟ ايش تبينا نسوي يعني؟ يا اخي هذه بنتك زي ما هي بنتي. سعاد، احنا من البدايه علاقتنا ما هي بزينه. يعني بصريح العباره احنا ما نصلح لبعض، والدليل على صحه كلام البنت هذه اللي جبتيها. يا اخي انا ايش ذنبي؟ ليه انا جبتها لوحدي؟ ذنبك انها بنتك. عندك انا معزوم. حسبي الله عليه، حسبي الله عليه. ألف حبيبي ماما تعالي. شربها ولا شيء. أنا ما توقعت إن أناني كذا. والله شوفوا يا بنيتي، اللي ما فيه خير ظناه اللي من لحمه ودمه ما في خير لها له. ما عليك حبيبتي، شوفي حتى بنتك راحتك. خلاص هدي هدي، ويلا خلينا ننزل تحت، ابوك ينتظرك. الظاهر ان احمد قايل له شيء. خلاص اسبقيني انتي يا جده وبلحق عليك. يلا. سواء كانت بنت أو ولد النفقة عليه، وعليه أيضا علاج البنت. خلاص يا يوبا أنا ما أبغى منه شيء. لا يا بنتي، مو على كيفك، هذا شرع الله. أجل على كذا كل بيروح يتزوج ويجيب عيال ويقطع عياله ويقول مالي دخل فيهم. آمال بنتي ومن مسؤوليتي، وحثبت له إني قد المسؤولية إن شاء الله، وبكرة بتصير من أحسن البنات وبتشوفون. عفا عليش بس يا بنتي، وأنا يبا وين رحت؟ أنت وبنتك ما راح إن شاء الله تحتاجون لشيء وأنا موجود. المهم عندي تكونين راضية ومرتاحة. الله يسلمك يبا، أنا راضية بقسمة الله لي. شعرك حلو ماما، شفتي؟ سعد حبيبي بكرة بودي البنت المستشفى، فلازم تجي معي. ها؟ انا مو فاضي كل يوم رايح جاي مستشفيات وادويه، انا ما أنا فاضي. قلنا لك الحاله هذه ما لها علاج، تستوعبين انت ولا لا؟ طيب على